بسم الله الرحمن الرحيم. درجات وتقييم لعيبه الزمالك امام سيراميكا كليوباترا في الظهور الاول لجروس، لان في بعض اللعيبه في فتره جروس ممكن تكون مختلفه عن فتره ما قبل جروس. مثلا في لاعب هو عنده من الخبره ومن التجارب يعني كتير جدا جدا، ورغم ذلك في مركزه الاساسي بيلعب فيه عنده نواقص غير طبيعيه وغير مقبوله، وهيكون معانا المدرب الافضل. بص، الافضل حتى لو الناس كلها ما اقتنعتش، انا مقتنع الافضل. فقبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس، وكالعاده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ودائما ودوما لا ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا. اتمنى الناس قبل ما نبدا انزل اول، عاوزين عدد كبير من اللايك كده على الحلقه دي ان شاء الله، ونبدا نشوف اول واحد محمد عواد 6.5/10. ويعني ايه حاجه بين البنين، ما جاتش حاجات مسؤول عنها كتيره، بس في نفس الوقت مثلا حاجات جانبيه. الهدف الاول اللي اتلغى مثلا يعني دخل فيه كره حسين السيد برضو اللي كان هدف برضو اتلغى، دخل فيه. يعني الحاجات اللي جات له ما ظهرش في حاجه مميزه قوي، ف6.5 بين البنين. حسام مجيد 8/10، وعجبني حسام مجيد. وانا دايما ما باخدش التقييم العام او الراي العام لما اتفرج تاني، تفاصيل صغيره في حسام مجيد ما بقاش يتهور فيها، ما بقاش يندفع، امتى بيهدى ويفرمل على الكوره عشان يفتح لنفسه زاويه تمرير. يعني بقى عنده حسن تصرف، ولو تلاحظ حتى الفتره الاخيره معدل، طبعا في حاجات لسه ناقصه، معدل اخطائه قلت. احمد فتوح 4/10، واحمد فتوح طبعا شفنا جروس استخدمه نص استخدام شبه جوميز، يدخل جوه يسهل طلوع الكرة شويه، بس مش زي جوميز كان بيخليه نص ملعب ثابت. هو كان الى حد ما شويه، بس يرجع تاني في المكان الاساسي بتاعه الباك الشمال. ده توقعته ان جروس مش ملوش في القصه بتاعت جوميز قوي، فلما فتوح اللي بدا يلعب وسط ملعب ويرجع باك شمال بتحس بالفجوه الرهيبه بين مستوى هنا ومستوى هنا. ودي من الحاجات السلبيه جدا عند فتوح، انه بقاله سنين وهو ده اللاعب اللي عنده من الخبره والتجارب كتير، وعنده في مركز الباك الشمال نواقص مش عايز اقول مدمره لوجوده في هذا المركز، انه حتى هذه اللحظه انطلاقاته واختراقاته وعرضياته ضعيفه. انا دايما من سنين لو حد متابعني كنت فتوح بتكلم عنه، دايما بقول عنده العرضيات فيها مشكله ناقصه، دايما الحته دي سلبيه عنده. بس لما ياخد خبره ونضج ويكبر وتبقى نفس المشكله عنده، فبعدين هو انا يا اما لاعب فتوح وسط ملعب واقدر اطلع منه الكره الحلوه، يا اما لو عاوز باك شمال باك شمال، ما انا احيانا بعاوز باك شمال العب باك شمال طبيعي، بلاش فتوح. انطلاقه اختراقه عرضيه مش موجوده، قليله جدا جدا، فطول الوقت عاوز ادور ازاي الكره تبقى على الارض وباصي. طب انا محتاج باك شمال، فدي من الحاجات الناقصه. ويعني انا بستغرب بصراحه فتوح على مدار سنين، هو فتوح برده من الناس الصراحه المهمله في حق نفسه، يعني من غير ما ندخل في اي تفاصيل المفروض يكون متطور بدنيا اكتر من كده. فالفتره الجايه نشوف بقى، هي متوقفه على بنتايك مستواه، لو ظهر بشكل مميز كباك شمال اعتقد ممكن جروس يحب يكون بنتايك موجود. عمر جابر اديله 8/10، ده احسن بجيد، عجبني. والفتره الاخيره في كذا مباراه بنقول انه انطلاقته في الطرف اليمين بيعمل جبهه، يحط عرضيات، بيقدر يشتغل مع زمايله. دايما الجبهه اليمين حتى لو فيها مثلا ميشيلاك او كذا، تلاقي عمر جابر عامل حيويه اكتر من الجبهه الشمال، يعني عامل حاله موجوده. وعمر جابر لاعب محترم، واللاعب الخلوق والمحترم والمؤدب لما يلعب حلو تحس انك عاوز تديله الحته دي، فاستحق 8/10. الاول بس يغير اللي في شعره ده، تتفق تختلف، تقول لي حريه راي، تقول لي مش عارف ايه، انا مش مقتنع باللي هو عامله في راسه وفي شعره ده، ومش شايف مستوى الصراحه يشجعه انه يعمل كده. يعني ما هو انت تعمل كده ليه؟ بيعمل شبه الاوروبيين. طب خليك الواد الفت البت المت ومتالق ومتزحلق وكل حاجه، واعمل لي شعرك عشان تبقى الاداء مع الشعر عامل ستايل. اداء هو الاداء الاسوأ اللي ممكن يعلموه للعيبه في مركز رقم 6 في هذه المباراه. 2/10. يعني الفترة الأخيرة بنقول دونجا دفاعيا عنده مشكلة، بس ككرة لقدام، وأنا قلت في كذا مباراة الفترة الأخيرة عاجبني تطوره، فكرة إنه بيكمل ويشوط بتمريرات دقيقة في مساحات صغيرة، فبيساعدك إن يزق الفرق لقدام. عجباني الماتش ده بقى، لا باص صح، ولا واقف على الكورة صح، ولا دفاع صح، وزحلقه على الكوره، واخطاء وكوارث مش طبيعيه. وده مؤشر سلبي، لان ده حصل لما قابل فرقه في عمق الملعب تقيله وعندها لعيبه كوره تقيله. معنى كان ان دونجا على المدى الطويل مع الزمالك في ماتشات مهمه في كونفدراليه، او السنه الجايه ان شاء الله يرجع دوري ابطال افريقيا، او ان الزمالك عاوز يروح كاس انتر كونتيننتال كاس العالم للانديه، او ان مع منتخب مصر هتبقى مستويات عاليه، هيبقى مستواك كده. فده مؤشر سلبي بالنسبه لتقييم دونجا
2 من 10. اديته 3 2. عبد الله السعيد 4 من 10. وعبد الله السعيد يتناسب عكسيا مستواه، يتناسب عكسيا مع تقدمه لقدام. موضوع منتهي، كل ما يطلع لقدام تزقه قدام، يستلم بظهره، هجيب لك كام لقطه كده يعني ايه يستلم بظهره، معاناه. وده طبيعي، مش تقلل منه عشان بعض بيزعل، او مش لازم طول الوقت ناخد خط راي معين سواء سلبي او ايجابي. يعني حكم السن واللياقه، من سنين كان ممكن يعملها بس ما يقدرش دلوقتي، او في لقطات مثلا محتاج يدوس بالكره يروح بوشه، فهو مش ما بيدخلش في السرعات دي، فيباصي لاقرب واحد جنبه. فايه ده بقى هيبقى متوقف الفتره الجايه. جروس بيحب الحته الدفاعيه تكون مظبوطه. لما يلاقي عبد الله في وسط الملعب طبعا دفاعيا مش افضل حاجه وهجوميا ممكن بيختفي. هل ممكن يغير تفكيره جروس ويبقى عنده رؤيه تانية في انه عاوز يحافظ على صلابه وسط الملعب؟ دي اللي هتبان يعني جوميز احسن واحد استخدم عبد الله السعيد. فكره انه وكان اضطراري برده، هو كان بدا مش كده اصلا، بدا بعبد الله بيطلع قدام عادي في ماتش الاسماعيلي، ومحمد شحاته اللي بيطلع بالكوره. فلما اتفاجئ محمد شحاته ابيض على الابيض في فكره الخروج بالكوره، فرجع عبد الله السعيد ثبتت معاه. فده كان افضل شكل، هو بيطلع الكوره من ورا بعيد عن الالتحامات وعن الاحتكاكات. انا جبت هذا الرجل في وسط اللعيبه عشان باش في اخر حلقه فيتشاف الصراحه. معلش انا هقف شويه واستحملوه يسمعوا مني. ايمن رمادي 10 من 10 يا جماعه. هذا الرجل، واصبر عليا، ما تقوليش بالله عليك يا اخي اسكت، يا اخي اسكت، سامعك من جوه دماغك. هتقول لي خسر 5، ما عندناش غير الجمله، خسر 5 من بنك ومن الاهلي وما فازش ولا ماتش على الاهلي والزمالك. سامعك، اصبر. الراجل ده بيقدم شغل مبهر محدش مدركه ولا مديله 1% من حقه. ولما بسمع الناس بتقول الكلام ده انه يا عم ده خسر 5، ده يا عم ده عمره ما فاز اهلي والزمالك، حقيقه انا بزعل بجد، لان بحس ان الفكره العقيمه، انا اسف، اللي عندنا في الكوره الحكم كل حاجه بالنتيجه، هي حاجه صعبه ممكن تهدر حق ناس كتيره جدا. فعلا بتزعلني، يعني بحس ان ايه، احنا قفلنا الكرة علينا على باب كده على النتيجه. لو مدرب بيلعب كرة عقيمه وحقق نتائج على الاهلي زي لاي سبب من الاسباب هنخليه اسطوره، لكن بيعمل شغل كبير جدا وحاجات ناقصه عنده غصب عنه بتؤثر عليه، فغصب عنه اهو بس ما عملش نتيجه، لا اترمى في الزباله، مش قيمه. الراجل ده انت بتشوف يا جماعه الكرة بتاعته والهجمات، بتبص على التفاصيل، عشان بعد حتى لقيته يقول ايه يا عم ده بيلعب على المرتده. يا جماعه عيب، ما يصحش. واي مرتده، شوفوا ازاي هو عارف يقنع مجموعه لعيبه تلعب لعب جماعي بلمسه واحده بتحركات بسيستم نمط ثابت بيعملوه بشكل مستمر. بس كوره ما عندوش مهاجم يقدر يترجم ويخلص، فقدام الاهلي والزمالك عمل كميه فرص مش طبيعيه. وكل مره لو عنده حد، شوف الزلاكه ضاع ايه، عنده حد بيخلص يفوز، يبقى ده عيب منه هو. او مثلا نتيجه ان هو بيغامر حته شويه بزياده فبيأثر مثلا على حته دفاعيه انت شايفها، بس مقابل انه لو كان عنده مهاجم كان هيسجل، فما كانش يبقى عنده المشكله دي، بس في حتت ناقصه غصب عنه. فبلاش نهدر يا جماعه حقه بالشكل ده عشان نمسك في نتيجه. الراجل بقول لك عامل حاجه غير طبيعيه محدش مدركها ومحدش مركز معاها بشكل كبير. اتمنى اشوفه في موقف افضل، واتمنى اشوفه في موقع افضل. وبصوا يا جماعه على تفاصيل الشغل بتاعه اللي بيشتغله، وده نمط بيلعب بيه في كل مباراه ثابته. فاتمنى الناس ما تحكمش بس يبقى كل حكمها على فكره النتيجه، يعني النتيجه دي بتتغير، يعني ده حكم الصراحه بيكون صعب جدا. نكمل تقييم لعيبه الزمالك وزيزو. انا هديله 6.5 من 10، وانا مش شايف يعني بالاخص على الماتش ده الهجوم بزياده شويه، مع ان انا مش شايف ان هو اسوأ من قبل كده. يعني الفتره الاخيره مش افضل حاجه والماتش ده مش افضل حاجه، بس انا لقيت بالذات في الماتش ده كله طالع الكلام ايه، انه كانه النهارده بالذات يعني ده انت وحش قوي. طب ممكن يكون خد بالك من الماتشات الفترات الاخيره احسن سنه، وظهر في كذا لقطه لما وجروس بدا يرجع زيزو لحد ما شويه لطبيعته، يعني يزقه قدام في اليمين، ما يدخلوش كتير وسط الملعب. في الطرف اليمين مثلا في كوره عدى وعمل عرضيه للجزيره حشطها على بسام، كانت فرصه. الهدف مع ميشيلاك حط له الكوره. كذا لقطه ثانيه بدا يشتغل في الطرف اليمين، يعني مش افضل حاجه لسه وبعيد، بس هو مش اسوأ من قبل كده الصراحه. فبس هو احيانا بالاراء كده بتبقى طالعه موجه بشكل عام، فانا اديله 6.5. يعني طبعا مستوى زي المفروض يكون افضل من كده. ده مصطفى شلبي وهو عامل فيلم مكفيه عشان ما حدش يساله انت ليه لازق في الخط على طول. يعني مصطفى شلبي في ماتش انيمبا، والماتش كان ماتش اللي بعديه المصري، انا اشدت بيه خاصه في ماتش انيمبا، قلت اديله حقه، كان عاجبني قوي. ربع ساعه نزل ورا نص ساعه في ماتش انيمبا، قلب الدنيا، شارك في 4 فرص.
بس هي طبعا يعني الطبع يغلب التطبع، يعني هو خلاص ستايل فيه. هجيب لكم لقطه، في لقطه هعرضها دلوقتي يعني هو على الخط وشايف فتوح فتح قدامه على الخط، فالمفترض ايه؟ يا يحط بينين فتوح يا هو يقطع مصطفى شلبي العمق. قام رايح بالكوره وجرى على الخط لدرجه انه بقى هو فتوح لاخمين بعض. هو راح لفتوح عشان برضه يفضل على الخط، ولما رجع حب يحط الكوره لفتوح، طبعا فتوح بقى لا مؤاخذه في قفاه لان هو جرى في نفس اتجاهه، فاما رجع له الكوره طبعا بيرجع الكوره عارف ترجعها في قفاك او ظهرك، فطلعت منه اوت. فواضح ان مفيش فايده، فطبعا 2 من 10 ولازم الزمالك يلاقي حل الصراحه في هذا الموضوع. مش هلاك 3 من 10 ومعرفش ايه سبب بعض الاراء اللي طلعت بعد الماتش بان اصل ده شكله يا جماعه ده اديله بس الفرصه والثقه. ايوه شفت ايه يعني 0 تسديد، 0 صناعه فرص، حتى قال لك الاحصائيات مراوغه واحده وما نجحتش ومفيش اي شيء. طبعا ممكن اقول لك على مستوى الثقه اعلى شويه من الماتشات مثلا اللي فات، كان مرتبك شويه، بس صعب بعيد قوي بعيد قوي، ما تقعدش توجع في قلبك. ويا ريت الزمالك لو عنده فرصه يرجعه في يناير هيبقى مكسب كبير جدا بالنسبه للزمالك. هذا الجزيري انا عايز اديله 3 وفي نفس الوقت عايز اديله 7. انا الراجل ده محيرنا يا جماعه. انا بقول لك المره الثانيه بعترف، انا بحب الجزيري، انا بحب الجزيري وبحب ستايل الجزيري. الجزيري في كذا لقطه في هذا الماتش تحط له كره وسط 3 4 5 لعيبه، يخش احسن واحد يحجز بجسمه الاول فيوسع نفس المساحه ويستلم الكره ويروح بيها وما يفقدلكش الكوره. بس اقول لك ممكن حاجه توصلت ليها، الجزيري ده مهاجم يبقى مميز جدا واكل عيشه لو بتلعب مع فرقه عندها ناس بتقطع جوه ال 18 بشكل كبير جدا والجزيري ينزل لتحت. هو ده هنا هيتبروز شغل الجزيري. كان الجزيري تقول له انت جوه ال 18 بس، لا الجزيري مش المهاجم المميز يكون بالشكل ده وهقعد العب عليك عليك، لا. لكن شوف الجزيري بيخرج بره ال 18 يستلم بظهره ويحجز ويلف، يعني تحس ان ايه انت جزء من بناء الهجمه. بس طبعا في الزمالك محدش بيكمل جوه، فممكن ايه تستفيد مثلا بانه خرج بره فيتبروز دوره فبتحس انه خرج وما استفادش حاجه. لكن لو بيخرج وفرقه عماله تدخل جوه تسجل، هطلع لك الجزيري ده 3 4 5 لقطات كل ماتش شارك في اهداف وفرص مثلا بوجوده هنا. في مثلا لقطه كان الجزيري نزل لنص الملعب ومصطفى شلبي كان في الشمال، زيزو شاور لمصطفى شلبي خش لجوه، مصطفى شلبي فضل واقف على الطرف برضه ما قطعش لجوه، فبالتالي ما بيدروسش. فده ممكن يكون سبب التباين في اداء الجزيري او مستواه الصراحه. بس انا بحبه مش عارف ليه يا اخي، حاجه غريبه، لاعب امكانياته عاليه بس ممكن يكون احسن من كده. واخيرا محمد شحاته 3 من 10. محمد شحاته لو استمر على هذا المستوى هيكون الزمالك في حاجه كبيره. اللاعب رقم 8 محمد شحاته لا بيساعد في الخروج بالكوره ولا في الطلوع بالكوره ولا في التدوير ولا في البناء ولا بيتحرك بالكوره مسافات طويله، مع ان بدايته ادى حته حتى انا وقتها كنت اشدت قلت ايه عنده شخصانه بيدوس بالكوره شويه، بس كانت الكوره لسه برده مش افضل حاجه. فلا يعني لا، انت محتاج اعلى من كده بكتير عشان تكون موجود في الزمالك. وعشان زيك بيتكلم عن مستوى عبد الله وناصر ماهر في لعب الكوره، احمد حمدي جاي وعاوز يطور، انت ممكن ما تلاقيش. وفي محمود صابر مثلا لو تقارنوا بيه معاه في نفس سنه فهتلاقي الموضوع بعيد قوي، فمحتاج دي نسخه غير جيده ابدا محمد شحاته، واتمنى ان يكون افضل من كده مستقبلا. كده خلصنا الكلام والتحليل والدرجات، وفي الاخر يتبقى سؤال وجهه نظرك مين من اللعيبه اللي شاركت في هذه المباراه ممكن الفتره الجايه مع جروس ما نشوفهاش تاني. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خلي دايما في الشبكه.